مكاسب الاهلي من ماتش الملعب التونسي واعتذار وسام. اول حاجه عايزين نتكلم عن ماتش الاهلي والملعب التونسي، وهنقول انطباعات بسيطه وملاحظات، واكيد ده مش حكم نهائي لان احنا لسه بنقول يا هادي. وبعد كده هنتكلم عن اعتذار وسام اللي نزل على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. وقبل ما نقول اي ملاحظات احنا هنتكلم بشكل سريع، مش هنمسك كل جول وكل لعبه نحللها، ده ماتش ودي مش مستاهله. اول ملاحظه عندي ان الاهلي لسه سيء في الضغط، احنا سيئين في الضغط واحنا تحت الكوره، وعندنا مشاكل في الضغط العكسي لما بنفقد الكوره. ونتيجه كده ان الملعب التونسي كان لما بيهاجم كان بيقدر يوصل للثلث الاخير من ملعب الاهلي بالرغم من الامكانيات المتواضعه للملعب التونسي اللي انهى الدوري السنه اللي فاتت في المركز السادس. نبدا واحده واحده من اول حراسه المرمى. قبل ما نتكلم عن غلطه الشناوي عايز اتكلم عن افضليه مصطفى شوبير في حراسه المرمى. ان الراجل مميز برجلين الاثنين، الراجل ممكن يساعدك في بناء اللعب وبيعرف يطلع بالكره شويه. غلطه الشناوي بقى بعيدا عن ان هي غلطه متكرره ومعرفش الغلطات دي بتطلع ازاي من حارس دولي وعنده كم الخبرات دي كلها، بس قبل ما نقطع فيه نبدا من الاول. الكره برضو غلطه معتاده من اليو ديانج، ميس باص وعنده مشكله في اللمسه الاولى، بقى له 6 سنين فيها في الاهلي والراجل لحد دلوقتي ما عرفش يتطور في الحته دي. الكلام ده بقى يرجعنا لكلام كابتن شوبير، وكلام طلع من الصحفيين الكبار قوي المعروفين ان ريبيرو متمسك بديانج والراجل معجب بامكانياته. بس انا شايف عكس كده، ريبيرو بيحب اللاعب اللي كورته حلوه، وللاسف ديانج كورته قليله. ديانج ده هيبقى ممتاز لفرقه بتلعب تحت الكوره وهو متميز في الاستخلاص وقطع الكور، لكن المشكله في ديانج ان هو كورته قليله شويه، وده عكس اللي ريبيرو بيحبه. وديانج والكوره معاه قراراته فيها مش احسن حاجه بقى من ملامح ريبيرو اللي شفناها النهارده، وهي تمركز الاظهره في عمق الملعب والتبادل اللي كان بيحصل في المراكز بين الاظهره والاجنحه. شفنا كريم فؤاد وهاني وشكري بيستلموا في مربعات كويسه قوي من الملعب وبيدخلوا لعمق الملعب، ونتيجه كده ان احنا شفنا الاهلي بيهجم من على الاطراف ما بيهاجمش من العمق. وعشان كده الاربع اجوال تقريبا اللي الاهلي جابهم كانوا كلهم من على الاطراف، هي واحد بيعمل عرضيه وواحد بيكمل عليها. فاحنا لو هنلعب بالطريقه دي شكري هيبقى مميز فيها قوي، لانه بيقدر يضم في عمق الملعب ويقدر يستلم بوضعيات مختلفه وبيستلم تحت ضغط، وتمريراته مميزه ان هو بيقدر يكسر بقى خطوط الدفاع. فاحنا لو هنلعب كده فعلا اتمنى بقى اشوف الناحيه الثانيه كريم فؤاد اللي من وجهه نظري الراجل هيقدر يأدي الدور ده كويس قوي. حاجه برضو عايز اتكلم فيها، انا ما شفتش قفشه طول 45 دقيقه في الشوط الاول، انا ما شفتش حاجه ملموسه لقفشه طول الشوط الاول ده خالص، مع ان انا كنت مستني الراجل يستغل الفرصه ويثبت لريبيرو اي حاجه، بس واضح ان قفشه مش معانا اصلا. لكن لو نتكلم عموما على اهم العناصر اللي عجبتني في الماتش ده، هو كريم فؤاد وطاهر، الاثنين الحمد لله راجعين من الاصابه وبيأدوا بشكل كويس، وشكري وحمزه عبد الكريم واحمد رضا. احمد رضا بقى ممكن نقف عنده شويه لان ريبيرو رفض اعارته، فاعتقد ان الراجل شايف في حاجه، وانا بصراحه اللاعب بيعجبني وشايف ان هو عنده كورته هايله وبيعرف يباصي. بس انا عندي معاه مشكلتين. اول مشكله ان احمد رضا محتاج امتى يعرف يباصي من لمسه واحده وامتى يعرف يقف على الكوره. وتاني مشكله معايا ان هو الراجل بس محتاج يشتغل على البدني بتاعه شويه. على العموم هي تجربه اولى كويسه جدا ومفيده مع الاخذ في الاعتبار تواضع مستوى الخصم، لكن هي مفيده لريبيرو ان الراجل شارك عدد كبير قوي من اللعيبه ويقدر يشوفهم على ارض الملعب ويقدر يحكم عليهم ويشوف مدى استجابه اللعيبه دي لافكاره ويشوف مين العناصر الملائمه اللي تقدر تنفذ الافكار دي. اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان احنا نبني على الحاجات الكويسه ونحاول نصلح المشاكل، وكده كده ريبيرو عنده وقت، والراجل لما طلع مع كابتن شوبير قال ان هو محتاج لحد 6 شهور علشان تبدا اللعيبه تنفذ الافكار بتاعته بالشكل اللي هو عايزه. نتكلم بقى عن فيديو اعتذار وسام. انا ما اعرفش بصراحه ليه النادي الاهلي يدي للاعب تمرد عليك وما كانش محترف في تصرفاته يديله المساحه الاعلاميه ان هو يطلع يتكلم وينزل فيديو على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. ولو هتقول لي ان عشان الناس تعرف ان الاهلي كان بيتعامل باحترافيه وبيتعامل بشكل كويس معاه، فاحنا كلنا عارفين ان الاهلي بيتعامل باحترافيه. احنا مش مستنيين فيديو وسام او الموقف بتاع وسام عشان يعرفنا النادي الاهلي نادي كبير. كده كده النادي الاهلي نادي كبير وبيتعامل باحترافيه مع اي حد، وسام خلاص ماشي والراجل مش فارق معايا. انت ليه بتديله المساحه الاعلاميه ان هو يطلع على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي ينزل الفيديو بتاعه؟ طب ما ينزل فيديو على الاكونت بتاعه الشخصي. فانا بصراحه شايف ان هو كان قرار غير موفق من اداره النادي ان هي تدي المساحه الاعلاميه لوسام ان هو يطلع يعتذر وينزل فيديو على الصفحه الرسميه، واحنا كده كده كجمهور مش قابلين. انا ما اعرفش ليه كابتن شوبير في البرنامج عنده قال اعتذارك مقبول يا وسام. لو انت يا كابتن قبلته بشكل شخصي، فانا بالنسبه لي ومن وجهه نظري ومن وجهه نظر الجمهور ان احنا مش قابلين الاعتذار ده. بس دي كانت وجهه نظري في كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، ممكن تتفق معايا وممكن تختلف عادي، وان شاء الله نشوف شكل الاهلي بيتطور في الماتشات الوديه الجايه ويبقى احسن واحسن مع بدايه الموسم. اشوفكم في حلقات ثانيه، كان معاكم ابراهيم حسن.